قبل ما نبدأ ملخص النهارده يا صديقي، لو بتحب محتوى الأفلام وعايز تشوف تلخيصات ممتعة دوس لايك واشترك في القناة. دعمك هو اللي بيخلينا أستمر وأقدم أحسن محتوى. ويلا بينا نبدأ الملخص. فيلمنا النهارده بيبدأ بنجم سباق السيارات المشهور برق بنزين، وهو بيشارك في سباق ضخم وسط أجواء حماسية ونار مولعة في الحلبة، وبنزين بيتنقل بين المتسابقين بسرعة خيالية وبيسبقهم بكل ثقة، وبياخد لفة مجنونة لحد ما بيوصل للمركز الثالث، والملك في المركز الأول وتشيك في المركز الثاني. والمعلق بيبدأ يشرح لنا إن الثلاثة دول متعدين في نقاط الموسم ده، وإن الفائز في السباق ده هو اللي هيرفع كاس البستون، اكبر واغلى جايزه في عالم السباقات. وبنرجع تاني للحلبه، وبنزين بيعدي تشيك في حركه استفزازيه، بس تشيك بيرد عليه بخبطه خبيثه في الاكسدام بتخلي بنزين يفقد السيطره للحظه. لكن بري بنزين بيرجع بسرعه للحلبه وبيلاقي نفسه في المركز الاخير، وتشيك بيلعب لعبته الخبيثه وبيخبط في عربيه تانية علشان يعمل فوضى، والنتيجه كل العربيات بتخبط في بعض والحلبه بتتحول لساحه معركه. ووسط الزحمه والدوشه برق بيوري الكل انه مختلف، وبينط من فوق العربيات وبيطير وبيعديهم كلهم من غير ما يخبط في ولا عربية، وبيرجع للمركز التاني والجمهور بيشجعه بحماس، وبيرفض يدخل لمركز الصيانة علشان يغير الكاوتشات رغم ان الكينج وتشيك بيغيروا الكاوتشات بتاعتهم. والجولة التانية بتبدأ وكل العربيات بترجع للحلبة، وبرق بيبقى في الصدارة، وبيدخل مركز الصيانة بسرعة علشان يحط بنزين بس، وبيرفض يغير الكاوتش، وبيرجع للحلبة وبيسبق الكل بلفة كاملة. والجولة الأخيرة بتبدأ وكل العيون على برق، وقبل خط النهاية بلحظات الكاوتشات اللي ورا بتطرشم، والكينج وتشيك بيقربوا منه بسرعة الصاروخ، والتلاتة بيعدوا خط النهاية مع بعض في نفس اللحظة. والجمهور بيكون متحمس، وبرق بيكون فاكر انه فاز وفرحان جدا. وبنلاحظ ان فريق الصيانة بتاعه بيتضايق من طريقته المغرورة وبيقرروا يستقيلوا، والملك بيروح له وبيشجعه وبيقول له انت موهوب وسريع، بس السرعة من غير فريق ولا حاجة، وبيطلب منه يلاقي فريق صيانة ومدرب علشان مفيش بطل بينجح لوحده. بس برق بيكون مشغول بأحلامه وبيتخيل نفسه فاز بكاس البستون وبقت شركة موتوركو الراعي الرسمي ليه. وبيجي وقت إعلان النتيجة، وبرق بيتصدم لما بيعرف ان السباق انتهى بتعادل ما بينه وبين الملك وتشيك، وبكده هيتم عمل سباق فاصل بينهم التلاتة، وهيتعمل بعد اسبوع في كاليفورنيا، واللي هيفوز فيه هياخد كاس البستون. بعد كده بنشوف برق وهو بيقابل جاز عربية النقل اللي مسؤول عن توصيله، وجاز بيطلب منه يشارك في اعلان لمنتج ازالة الصدى للعربيات القديمة، وبرق بيروح متضايق وبيقدم الاعلان وهو مش مبسوط. وبعدها بيركبوا المقطورة اللي بيسحبها جاز علشان ينطلقوا على كاليفورنيا، واثناء الطريق مدير اعماله بيتصل بيه وبيهنيه على ادائه وبيقول له انه معاه 20 تذكرة مجانية للسباق اللي جاي يوزعها على اصحابه. بس برق بيتضايق اكتر لانه ما عندوش اصحاب اصلا يدوم التذاكر، وبيطلب من جاز ان هم يفضلوا ماشيين على طول من غير ما يرتاحوا علشان يوصل اول واحد للحلبة هناك. وفي نص الليل برق بنزين بينام جوه المقطورة وبيسيب جاز سايق لوحده على الطريق، وجاز بيبقى مرهق جدا ونعسان، وفجأة تظهر 4 عربيات اشقياء بيبداوا يشغلوا له موسيقى هادية علشان يغرق في النوم، والعربيات دي بتبدا تتريق عليه وبيزقوا بعض قدام المقطورة لحد ما بيفتحوا الباب بالصدفة. وساعتها برق بيبقى على وشك انه يقع، وفجأة واحدة من العربيات بتطلع شرارة نار بتفوق جاز في لحظة، اللي بيتخض وبيقفل الباب بسرعة بس بعد فوات الأوان. وبرق بيكون واقع من المقطورة من غير ما حد يحس، وجاز بيكمل السواقة وهو مش واخد باله. وبرق بيصحى بيلاقي نفسه لوحده وسط الطريق، وحواليه عربيات كتير بتجري بسرعة، وبيبدأ يتفاداهم واحدة واحدة وبيجري بأقصى سرعته ورا أي عربية نقل تكون شبه جاز، وبيلمح واحدة من عربيات النقل وبيفتكر إنها جاز، وبيفضل يجري ورا لحد ما يعدي من قدام قطر ضخم في آخر لحظة. لكن لما بيوصل للعربية بيكتشف إنها مش جاز أصلا. ساعتها بيلف بسرعة ويدخل من طريق جانبي ويحاول يرجع للطريق السريع، وفجأة شرطة عجوز بيشوفه وهو بيجري بسرعة وبيبدأ يطارده، وبرق بيحاول يهرب منه وبيجري لحد ما بيدخل قرية صغيرة على الطريق، وبيخبط في أسلاك كهرباء وبيخلعها وبيكمل جري، والأسلاك بتتعلق في تمثال عربية ضخم وبتوقعه، والتمثال بيتجر وراه وبيدمر الطريق بالكامل. وبرق بيحاول يهرب لكن الأسلاك بتتعلق في جسمه، وفي الآخر بتسحبه وبترجع التمثال مكانه تاني بطريقة كوميدية. وفي اللحظة دي الشرطة بيوصل وبيقبض عليه، وبرق مش بيكون قادر يتحرك من كتر التعب. وفي الوقت ده جاز بيوصل للحلبة في كاليفورنيا، وبيتصدم هو وكل الصحفيين لما بيكتشفوا ان بنزين مش جوه المقطورة، والخبر بينتشر زي النار في الهشيم، وكل المذيعين بيتكلموا عنه والعربيات كلها بتكون مصدومة. وبنرجع لبنزين اللي بيصحى بيلاقي نفسه متكلبش ومحجوز، وبيظهر مع عربية الجر الطيبة اللي مسؤولة عن حراسته، وبيفهموا انهم هيعرضوه على المحكمة لانه دمر طريق القرية اللي بيكون اسمها نبع رادياتير. بس برق ما بيكونش مهتم، وكل تركيزه انه لازم يوصل كاليفورنيا باسرع وقت علشان يلحق السباق. وبيجي الشرطة وبيأمر مطن انه يسحب بنزين من المحكمة، وهناك كل سكان القرية بيرفعوا عليه قضايا لانه بوظ شغلهم وسد الطريق الوحيد اللي بيدخل عليهم الزوار.
الطيارات. وبيظهر القاضي واللي بيكون اسمه دوك هودسون، وبيكون متضايق جدا لما بيعرف ان العربيه اللي دمرت الطريق هي بنزين. وبمجرد ما بيشوفه بيطلب من الشرطي يطرده فورا من القريه. بس سالي اللي بتكون العربيه المحاميه بتتدخل في اللحظه الاخيره وبتقول ان الطريق لازم يتصلح والا مش هيعدي عليهم اي زوار. وبتطلب من الدوك ان ما يسيبش بنزين يهرب وانه لازم يتحمل مسؤوليته ويصلح اللي بوظه. وباري بيحاول يشرح انه نجم سباقات مشهور وعنده بطوله مهمه جدا، بس محدش بيصدقه وكلهم شايفينه مغرور ومستهتر. ولما بيشوف الماكينه اللي هيستخدمها في سفلة الطريق بيبدا يضحك على نفسه، ولكن الدوك بيقول له هتبدا من اول هنا وتمشي لحد اخر الطريق وملناش دعوه انت مين. واول ما ماطن بيفك الكلبشات برق بيخلع باقصى سرعه، لكن بيتفاجئ لما بيلاقي البنزين بيخلص منه. وسالي والشرطه واقفين مستنينه عند نهايه الطريق، وسالي بتقول له احنا كنا متاكدين انك هتهرب علشان كده فضينا تانك البنزين وانت نايم. وبعد كده بيربطوا بنزين في الماكينه اللي هيبدا يسفلت بيها الطريق، وطبعا بيكون متضايق وبيحاول يقنع ماطن وبيجي انه عربيه سباق مشهوره، لكن محدش بيصدقه. وفجاه بيسمع في الراديو ان تشيك وصل كاليفورنيا وبدا يتدرب مع شركه موتوركو. وساعتها بنزين بيتصدم اكتر وبيتوتر لانه لو ما وصلش في الوقت المناسب وكسب السباق عمره ما هيشتغل مع موتوركو. فبيقول لماطن انا همشي اول ما اخلص الطريق وده وعد. وبيبدا يسحب الماكينه بقوه وسرعه كبيره وفعلا بيسفلت الطريق في وقت قصير جدا. لكن لما اهل القريه بيجوا وبيشوفوا الطريق بيتصدموا لانه بوظ الطريق اكتر من الاول، وبيقعدوا يزعقوا لبنزين. وساعتها بيجي دوك وبيقول له هتكسر اللي عملته هتسفلت الطريق من اول وجديد. فبنزين بيتنرفز وبيقول له انا عربيه سباق مش عربيه قديمه زيكم. وساعتها الدوك بيتحداه وبيقول له نتسابق ولو كسبتني تمشي، لكن لو خسرت تكمل سفلت الطريق كله بنفسك زي ما كان. وبنزين بيتريق عليه عشان هو عجوز لكنه بيوافق. وبيبدا السباق وبنزين بيطول من مكانه بسرعه صاروخيه، لكن الدوك واقف مكانه وما اتحركش. وبينده لماطن وبيقول له تعالى ورايا انا محتاجك. اما بنزين فبيكمل باقصى سرعه، ولما بيوصل للملف الترابي بيفقد السيطره وبيخرج بره الحلبه وبيقع في الصبار. وبيجي الدوك ومعاه ماطن وبيتريقوا عليه، وماطن بيسحبه بالخطاف لان كده بنزين خسر التحدي. فبيرجع بنزين يكمل سفلات الطريق وهو زعلان، مش بس لانه خسر لكن كمان لان الدوك اتريق عليه وعلمه درس كبير. وتاني يوم الصبح سالي وماطن وكل اهل القريه بيتفاجئوا لما بيشوفوا الطريق الجديد اللي بنزين اشتغل عليه، وشكله بقى نضيف ومتقن جدا والطريق بقى مظبوط. وفي نفس الوقت بنزين كان في الحلبه وبيحاول يتدرب لوحده على اللفه اللي خسرته السباق. وساعتها بيجي الدوك وبيقول له نصيحه ذهبيه، علشان تلف على التراب لازم تفرمل بكل العجل، ولو فرملت ولفيت يمين العربيه هتروح شمال، ولو لفيت شمال العربيه هتروح يمين. وبنزين بيتريق عليه وبيقول له الكلام ده مش منطقي وبيمشي، بس لما بيجرب بيتفاجئ وفعلا لف يمين بس العربيه راحت شمال ووقع تاني في الصبار. وفي الوقت ده الشرطي بيطلب من ماطن انه يحرس بنزين وبيقول له انه مش هيعرف يهرب لان التانك فاضي والبنزين مش هيكفيه يوصل للطريق السريع. وبنزين بيرجع يسافر للطريق بس المره دي عالي ومشغول بكلام الدوك لانه اكتشف انه كان صح. وسالي بتطلب من عربيه المطاف انها تنضفه من التراب والصباره اللي عليه، وبتروح له وبتشكره على تعبه في سفلات الطريق وبتعزمه يبات عندها في الفندق. فبيوافق وبيشكرها على لطفها لانه لاول مره يحس بالراحه في المكان ده. وبعد ما سالي بتمشي بيروح ماطن لبنزين وبيقول له ان هو المسؤول عن حراسته النهارده، وبيعرض عليه ان هم يعملوا حاجه تسليهم طول الليل. وفعلا بيروحوا هما الاتنين لمزرعه الجرارات، وماطن بيتسلل بهدوء وبيفاجئ جرار بزمارته والجرار بيتخض وبيقع على ظهره. ولما الدور بيجي على بنزين بيطلع صوت عالي جدا يهز المكان كله، فيخضوا كل الجرارات حوالين المزرعه وبتتقلب على ظهرها كلهم في نفس اللحظه. وبيبداوا يضحكوا بصوت عالي على اللي حصل، بس فجاه يطلع جرار كبير جدا وبيطاردهم. وبيجري بنزين وماطن باقصى سرعه، ولما بيوصلوا لبره المزرعه الجرار الكبير بيقف وبيرجع وهم بيرجعوا بامان على قريتهم. وفي الطريق ماطن بيستعرض مهاراته وبيقول لبنزين ان هو افضل واحد يسوق بظهره، وبيبدا يجري ويتحرك وسط المباني وهو سايق بظهره من غير ما يخبط في حاجه. وبنزين بيبص له بانبهار وبيقول له انك فعلا عبقري في السواقه. وبنزين بيبدا يحكي لماطن وبيقول له ان لو كسب السباق ده شركه موتوركو هترعاه، وشركتهم فيها طيارات هليكوبتر وعربيات من كل نوع. فماطن بيطلب منه طلب غريب وبيقول له لو كسبت تركبني طياره هليكوبتر. وبيكمل وهو بيضحك وبيقول له بنزين انت بقيت اعز صاحب ليا. بنزين بيبتسم وبيحس لاول مره انه مش لوحده وانه فعلا كسب صديق. وبيروح الفندق وهناك تقابله سالي وبتقول له انها سمعته بيتكلم مع ماطن عن الطيارات، وبتساله يعني لو كسبت هتحقق له حلمه ولا هتنسانا اول ما تطلع من القريه. وبنزين بيرد عليها بكل ثقه وبيقول لها لو كسبت اوعدكم ان هرجع واحقق لكم كل اللي وعدتكم بيه. وبيشكرها على الاستضافه وبيدخل يرتحب للتمرين. وتاني يوم بيروح للشرطه علشان يعبي بنزين علشان يتدرب، لكن الدوب بيكون بيعمل صيانه للعربيه وبيطلب منه يستنى بره شويه. واثناء ما بنزين بيتمشى بيفتح باب جراج بالصدفه وبيتصدم لما بيشوف كاس البستون الشهير مرمي كانه خرده. ولما بيبص على الجورنال بيلاقي صوره الدوك زمان، وبيكتشف ان الدوك فاز بالبستون 3 مرات. لكن فجاه الدوك بيظهر وراه وبيطرده من الجراج. وبنزين
وبنزين بيفضل يتوسل ليه علشان يعلمه فنون السواقه لانه اكتر واحد فاز ببطولات في موسم واحد، لكن الدوب بيرفض وبيقول له الكاسات دي مجرد كوبايات فاضيه وبيسيبه وبيدخل الجراج. وبنزين بيروح لاهل القريه متحمس وبيحكي لهم ان الدوك كان بطل اسطوري وفاز بكاس البستون 3 مرات، لكن للاسف مفيش حد بيصدقه وكلهم بيضحكوا عليه كانه بيحكي حكايه من الخيال. وبتيجي سالي وبتطلب من بنزين يجي معاها علشان تفرجوا على شويه اماكن في القريه، فبيروح معاها وبيفضلوا يجروا ورا بعض وهم فرحانين وبيعدوا من تحت الشلال وبيمشوا على طريق شكله جميل ولكنه بيكون قديم لحد ما بيوصلوا لفندق مهجور. وهناك سالي بتحكي له ان الفندق ده كان بتاعها وكان زمان العربيات بتجيله من كل حته وتقضي فيها احلى اوقات، لكن من ساعه ما اتبنى الطريق السريع وما بقاش في حد بيجي ولا حتى بيعدي على القريه. وبنزين بيستغرب جدا وبيقول لها يعني ليه العربيات بقت بتمشي من الطريق السريع وتسيب الطريق الجميل ده بكل مناظره؟ فسالي بتقول له انه زمان الهدف ما كانش السرعه، كان الاستمتاع بالرحله نفسها. فبيشكرها على الفسحه الجميله دي وبيقول لها اكيد هيجي يوم والمكان ده هيرجع تاني زي الاول واحسن كمان. وبعد كده بيروح يتمرن على السباق وفجاه بيلاقي الدك هناك وبيتسابق في الحلبه لوحده وبيفضل يتفرج عليه وهو بيجري على التراب بسرعه رهيبه وبينبهر بادائه جدا، لكن الدك بيسيب الحلبه وبيمشي من غير ما يتكلم. فبنزين بيروح وراه الجراج وبيساله ليه بطلت تتسابق، ليه اعتزلت؟ فالدك بيفتح له جريده قديمه وبيوري له صورته وبيقول له انه ما اعتزلش، لكنه بعد ما عمل حادثه في السباق الشركه استغنت عنه واستبدلته بعربيه تانيه. وبيشرح له ان عالم السباقات اناني وكله بيعتمد على السرعه والمنافسه ومحدش بيفكر فيه غير في نفسه. فبنزين بيحاول يقنعه انه مختلف وانه مش زي بقيه عربيات السباق، لكن بيرد عليه وبيساله اخر مره اهتميت بحد غير نفسك كانت امتى، وبيطلب منه يخلص سفلات الطريق ويمشي. وتاني يوم الصبح بيكون بنزين خلص الطريق كله بنفسه وبيجمع العربيات وبيقول لهم انه مش هيمشي غير لما يغير الكاوتش. وبيفرح الويجي اللي بيغير له الكاوتش وبيزود له وقود عضوي وبيديله ستيكر جديد شكله جامد جدا. ولما بيرجع لسالي بتتفاجئ بالتغير اللي حصل في شكله وبتقول له انت كده ساعدت كل واحد في القريه. وبتفرح اكتر لما تعرف انه صلح النور والكهرباء بتاعت القريه كلها. وبتبدا العربيات تمشي على الطريق الجديد وهم بيرقصوا وبيفرحوا على صوت الموسيقى وكل حاجه بقت منوره وحيويه. وفجاه بيشوفوا عربيات كتير جدا جايه من بعيد ومعاهم طيارات هليكوبتر وبيتفاجئوا ان هم الصحفيين وجايين مخصوص علشان بنزين وبيحاصروه وبيصوروه وبيسالوه عن اللي حصل. وساعتها جاز بيجي وبيعتذر له لانه ضيعه في السكه وبيقول له يركب معاه بسرعه علشان يلحق السباق. وبيكلم مدير اعماله اللي بيقول له ان العالم كله مستني لحظه رجوعه للسباق في كاليفورنيا. فبنزين بيروح يودع سالي اللي بتشكره على كل اللي عمله وبتقول له امشي بسرعه وخلي عندك امل انك ترجع لنا تاني. وفعلا بيركب الموتور اللي بيسحبها جاز وبيمشي هو وكل الصحفيين. وساعتها بتروح مذيعه الدك وبتشكره لانه هو اللي بلغهم مكان بنزين. اما ماطن فبيتضايق جدا لانه ما قدرش يودعه. وبعد ما بيوصل بنزين لحلبة السباق بيشكر جاز اللي هيتولى التموين والصيانه بنفسه. والسباق بيبدا والمنافسه بتكون ناريه بين الكينج وتشيك وبنزين اللي بيبدا متاخر جدا وبيكون في المركز الاخير. وبنزين بيخرج عن تركيزه وبيفقد السيطره وبيخرج من الحلبه، لكن فجاه بيظهر الدك وماطن وكل عربيات القريه وبيشجعوه بصوت عالي. والدك بيقول له لو كنت بتسوق زي ما بتسفلت الطريق هتكسب السباق وانت مغمض. وبنزين بيرجع للحلبه وبيبدا يجري كانه طياره وبيسمع تعليمات الدك اللي بيكلمه في السماعه وبيقول له المتسابقين سابينك بلفه ولازم تعوض باقصى سرعه. وبينفذ فعلا وبيبدا يعدي من التشيك والكينج وبيحاول يعوض اللفه. والكاميرات فجاه بتعرض صوره الدك على الشاشات والجمهور كله بيهتف دوكتوسون اعظم متسابق في التاريخ. وبعد لفات كتير بنزين بيقرب من التشيك والكينج لكن التشيك بيخبطه وبنزين بيفقد السيطره لكنه بيتذكر تدريب ماطن وبيسوق بظهره وبيعدي التشيك بحركه مدهشه. والتشيك بيغضب وبيفرقع له الكاوتش لكن الدك بيطلب منه يدخل مركز الصيانه فورا. وبيجوا بيغير له الكاوتشات في وقت قياسي جدا بيبهر الجمهور كله. وبنزين بيرجع تاني للحلبه بسرعه صاروخيه وبتكون اللفه الاخيره والدك بيقول له لو خدت الاربع ملفات على الدايه السباق بتاعك. وبنزين بينفذ الخطه وبيتفوق لكن التشيك بيخبطه تاني، بس المره دي بنزين بيفرمل على التراب زي ما الدك علمه وبيستعيد السيطره، لكنه بيشوف الكينج بيتخبط وبيطير وبيتدمر زي حادثه الدك القديمه. وقبل ما يوصل خط النهايه بنزين بيفرمل وبيقرر يسيب الفوز لتشيك ويرجع يزق الكينج بنفسه علشان يكمل اخر سباق ليه في تاريخه. الكل بيتصدم لكن الجمهور بيقف يسقف لبنزين مش عشان كسب السباق لكن علشان كسب احترام الكل. والكينج بيقول له كده انت ضيعت كاس البستون، لكن بنزين بيرد عليه بابتسامه في حد قال ان الكاس مجرد كوبايه فاضيه. ومدير شركه موتوركو بيعرض عليه يكون الوجه الجديد للشركه لكن بنزين بيرفض وبيقول له انا هفضل مع شركه نزول الصدى هم اللي امنوا بيا من البدايه. وبيقرر يرجع لنبع ريجاتير وبيقابل سالي وبيحقق حلم ماطن وبيخليه يركب هليكوبتر لاول مره. وبكده بينتهي اول جزء من قصه بنزين المتسابق اللي بدا رحلته مغرور وخلصها بطل بيفكر في غيره قبل نفسه وساب خط النهايه وكسب احترام العالم كله. لكن القصه لسه ما خلصتش ولسه قدامه سباقات اكبر وتحديات اصعب وقرارات هتغير مستقبله كله. وخلينا نكمل الرحله سوا لان المغامرات الحقيقيه لسه ما بداتش. اشوفكم في الجزء الثاني من سلسله كارز. سلام.